مساء الخير. السؤال بتاعي النهاردة: هل الدين بيستخدم في السيطرة على الشعوب وأحيانا في القضاء على الشعوب من الأنظمة الخارجية للتحكم في دول العالم الثالث مثلا، أو من الأنظمة اللي بتدير أو بتحكم الدول مباشرة للحفاظ على حكمها؟ موضوع كبير جدا ويبدو إن هو شائك. آه ولكن أنا عشان أعرف أجاوب عليه وأنت تجاوب عليه، عشان دي حاجة إحنا مش بنفكر فيها، هنتعامل بيها من من حاجات مزروعة في عقلنا الباطن. ولكن هسأل شوية أسئلة كده وعايزك تسأل نفسك وتجاوب معايا. هل الأصوات الدينية المتطرفة بتيجي في وجود الأنظمة القوية وبالذات العسكرية؟ غالبا الإجابة لأ. طب في الأوقات اللي ما فيهاش هذه الأنظمة وبيبقى عندك فرصة إن أنت تطلع لوجود لخطوة الدولة المدنية، اللي هي بالمناسبة المدنية ما فيهاش حاجة تعترض مع الدين، هي تتكلم عن حكم فيه حرية ومساواة وعدل لجميع الأفراد سواسية بناء على المواطنة، فده لا يعترض مع الدين في شيء. ولكن في مثل هذا الوقت واختفاء حاجة اللي بتخوف أو السلاح العسكري، فتعالوا الأصوات المتطرفة، فيبدأ استغلال ده داخليا وخارجيا. داخليا في إنه يبقى ذريعة لوجود أنظمة عسكرية أو انقلابات عسكرية في أي وقت لحماية المدنيين في هذا الوقت، ومحدش يقدر ساعتها يحكم التدخل ده يبقى في مصلحة الشعب في هذا الوقت أو ضده. بتبقى خطوة احنا مزنوقين فيها ولازم تحصل، والناس بتباركها نتيجة الرعب من بعض المواقف اللي بتحصل لهم والتخيلات والترويج لما هو قد يحدث أكثر من ذلك. وعشان كمان بتبقى القنوات مفتوحة لكل من هو متطرف يطلع يقول ويرهب ويهدد ويقول هنعمل ونسوي في الناس وهنرجع زمان وهنرجع أيام الخلافة، فالناس تحس وبالذات الأقليات إن هي هتتحكم بالحديد والنار أو هيتم تصفيتهم. أو برضو الناس المتدينة المتوسطة اللي متجردة من الانخراط وراء أي آراء متطرفة، يعني بيجي لهم شعور من الرهبة، فكل دول بيخليهم ساعتها يلجأوا او يؤيدوا من يغير هذا النظام. وكل بقى اللي بيحصل ده بيكون مباركه خارجيه من العالم الخارجي عشان هو بيحمي العالم من التطرف الديني والارهاب الديني المسلح اللي بيطلع من المناطق الاسلاميه دي بسبب موضوع الاسلاموفوبيا اللي موجود بره. المفارقه بقى اللي تجننك ان كان الواقع في الوقت ده، واللي نقدر ناخد مثال عليها يعني الفتره بتاعت الاخوان والسنه اللي حكم فيها مرسي، تمام. ان الاعلام كان بيقول كده والناس في حاله ارهاب، يعني في ناس خايفه. لكن واقع الامر على الارض كان غير كده. على فكره الاخوان كانوا محبحين خالص. الاخوان اول القرارات اللي خدوها مثلا في تجديد تراخيص الملاهي الليليه والكباريهات كانت بتتجدد كل سنه عشان ياخدوا تصريح امني. اول حاجه عملها الاخوان في القرار ده بحبحوها، قال لك احنا مالنا بتوع، خدوا راحتكم حبيبي، انتوا تجددوا الترخيص كل 3 سنين، احنا هنضايقكم بالامن ليه بقى؟ عيشوا حياتكم. فكان واقع الحكم على الارض حاجه اللي انت ما تقدرش تكتشف هيوديك لفين، هيرسى على ايه، هيرسى على مدنيه، هيرسى على ميكس، هيرسى على ايه. واستخدام الموضوع ككارت بين قوسين الاسلاموفوبيا او التطرف لهدم هذه الدول، او ساعتها لهدم نظام الحكم ده. ونظام الحكم ده ساعتها كان اهبل اتضحك عليه انه ساب الاصوات اللي طالعه في الاعلام عماله تهبل على الناس دي، عماله تهبل وما كتمهاش وما حطش خط ان هو ضد هذه التصرفات المتطرفه، فاتضحك عليه في وقت فرص تغيير الدوله لدوله مدنيه. اذا هذا الموضوع او جزء من العقليات المتطرفه دينيا هي سبب ما بيستخدموا وما بيتشال عنهم الغطا، إن الدولة دي ما تشوفش نظام، أو الدول دي ما تشوفش نظام مدني ديمقراطي بدون تدخل أو تطرف ديني أو ضغوطات من عناصر دينية أو مجموعات دينية بتكون لها آراء متطرفة أو تصرفات متطرفة. من ناحية تانية إن كل ما هو بيستخدم لدخول للقضاء على دولة من دول العالم الثالث، سواء بحرب سواء بإبادة زي ما بيحصل دلوقتي في غزة، هو جزء من الموضوع مبني بره الرأي العام العالمي على وازع ديني. ولو جينا نبص مثلا لتصريح وزير الداخلية الفرنسي إن الخطر الأول على الأوروبيين وعلى فرنسا هو الإرهاب الإسلامي السني، تصريح زي ده تصريح خطير جدا وبيضرب فيه عصافير كتير جدا. وأول حاجة ربط قدام الناس والعالم كله، بيحاول يربط كلمة الإرهاب وبعدها كلمة الإسلام كدين عشان ياخد الموضوع في اتجاه إن الإرهاب ربطه بموضوع الدين، وبيجمع مع الأوروبيين كلهم في إن ده خطر عليه عشان ياخد تأييد عالمي.
تاني حاجة الرسائل دي أو البوستات دي أو التصريحات دي لما توصل لحضرتك كثيرين هياخدوا الموضوع من منطلق الدفاع عن الدين، هيطلعوا بتصريحات نارية ودفاعية عن الدين، ومنهم اللي هيطلعوا بتصريحات فيها بعض التطرف والتهديد والوعيد والحرب وإن شاء الله النصر قادم والإسلام سينتصر، وهو ياخد البوستات دي ويستخدمها كإثباتات ومبررات لدخوله بعد كده هذه الدول ويدمرها ويبيدها. فهو عشان كده بيحاول يدين المواضيع، يستخدم الدين علشان يدخل يبيد. بص للصورة دي عشان أثبت لك كلامي، اللي هي فيها تصنيف أو ترتيب للدول العربية في مؤشر الإرهاب العالمي في سنة 2022. ده بيطلع من حاجة اسمها معهد الاقتصاد والسلام ال IEB. هنيجي نبص، أول حاجة عايز أقولها لك إن المؤشر اللي بالبني ده أو بالبرتقاني بدرجاته هو ده يمثل الدول اللي فيها إرهاب خطر أو يستدعي أكشن يعني من اللي هم بيعملوه. أيمن من أول الدول اللي بالأصفر دي كلها مؤشرات بسيطة خالص، وهي دول في السيف سايد وعندها إرهاب ليس له أي خطورة ولا كأنه مش موجود يعني. تمام. لو جينا نبص بقى للدول اللي مؤشر الإرهاب فيها عالي، هي العراق وسوريا وليبيا وفلسطين واليمن والجزائر والصومال ومصر. لو جينا نبص هنلاقي أول خمس ست دول في دول هم اوريدي تم اجتياحهم وتم تدميرهم، ومعظم السبب الدعائي اللي مبني عليه التدخل السافر في هذه الدول وتدميرها هو مكافحة الإرهاب الديني. شفت يعني أكبر دليل على استغلال الدين لتدمير الدول. وهو زارع حضرتك في دماغك هنا منطق، سواء ان انت حاسس الانظمه مش بتعبر عنك، او سواء انت محتقن فانت بتستخدم التعبيرات الدينيه او المنطق الديني في تحليل المواضيع والازمات اللي احنا فيها، الازمه السياسيه والحرب اللي احنا فيها، على وازع ديني. بالذات ان الاسرائيليين والصهيونيين واخدينه على موضوع تطرف ديني يهودي. بالمثل بقى ليه انا كمان ما اعملش كده، وهو ده اللي حاصل. مين المستفيد من الكلام ده؟ لو فكرت معايا كده، مين المستفيد من تدين الموضوع؟ وانت شخصيا هل انت حاسس بذنب لو ما خدتش الموضوع بمنطق ووازع ديني، وانت بتفكر بينك وبين دماغه وانت بتعبر عن رايك فيه؟ هل كده تبقى منتقص في دينك؟ هل تبقى عدو لدينك؟ هل كده تبقى كفرت بدينك؟ يعني لو جيت تحلل الموضوع بصوره انسانيه فقط ما يكفيش، لازم تاخده بصوره دينيه. طب هل فكره ان انا مثلا اقتراح ان انا احلل الموضوع بصوره انسانيه وانا عايز اقنع العالم الخارجي عشان اكلم 7 مليار عايشين في الكره الارضيه بدل ما اكلم 2 مليار مسلمين بس، لما اجي ابدا المع الموضوع ان اللي بيحصل ده مهازل انسانيه ومجازر انسانيه واباده جماعيه وده شيء غير انساني، ممكن الاقي ارضيه مشتركه مع ناس كتير عندها اديان تانية او ملهاش دين اصلا ملحدين. هل انا ساعتها لو استخدمت الموضوع ده واتعاملت عشان ادعم الموضوع ده بكل طاقتي، بما ان الموضوع الانسانيه ارضيه مشتركه وبيني وبين العالم كله، هل انا كده بنتقص في ديني؟ هل انا كراجل مسلم او راجل مسيحي ما قلت عشان ربنا في كتابه بيقول كذا 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 فاللي بيحصل ده حرام، لو ما قلتش كده ابقى انا كده وحش؟ يا جماعه احنا مستخدمين ان احنا يتم حكم عقولنا بقيود من ضمنها الدين، مش الدين في حد ذاته. عشان ما حدش يفهم ان انا بتكلم على، انا مش واخد الموضوع بره الدين. احنا بنعبد ربنا ومش عايز ادخل في اي تفاصيل، بس عشان ايه انا عارف ان ممكن الاقي ردود ملهاش لازمه كتير. ولكن مش ده موضوعي برضه، انا عايز اركز على اللي بتكلم عليه. دينك وجوهر دينك في اقتناعك بيه، في معتقداتك، في مبادئك، في اخلاقك، في تصرفاتك، مش في الكلام، مش في البوستات، مش في مش ان انا احترم مبادئ ديني واتصرف بذكاء في خشى ربنا وفي خوف ربنا وفي رضا ربنا وانا بتعامل في حياتي. اما اكون عايز اتعامل مع واحد بيعبد الشمس مثلا، اتفاهم معاه في موضوع اقنعه بالحق، مش هدخل اكلمه اقول له اصل في ايه في الانجيل بتقول ولا ايه في القران بتقول. انا دماغي ضيقه. ولو انت فاكر ان انت ما خرجتش بره هذا النطاق في التعامل تبقى وحش، يبقى انت مضحوك عليك. انت محطوط في اوضه ومقفول عليك 4 حيطان جوه دماغك مش عايز تخرج منها. الناس بره اللي هم في 5 مليار ولا 4 مليار مسيحيين في الكرة الأرضية ما بيتعاملوش في المواضيع على أساس ديني، منهم يا سيدي نص مليار واحد بقى عندهم متعصبين ومتطرفين وكل حاجة بقى، مش ولو دول موجودين أنا دول غلط، أنا مش قصدي نشن عليهم عشان ما تاخدش الموقف. حاول وأنت بتتعامل في المواضيع تعامل بعقلانية بإنسانية بتجرد، والإنسانية والعقلانية والتجرد ثق تماما هي لن تتعارض مع دينك، بالذات في المواضيع اللي فيها تعامل مع حد من مش زيك. واحنا دلوقتي احنا بنكلم العالم كله بيكلم بعض، يعني نسبة كبيرة جدا ان انت لو كلمت حد بره مش هيبقى زيك،
مش هيبقى في نفس دينك، مش في نفس افكارك، مش من نفس بلدك. فاهم ازاي؟ لكن احنا نقعد هنا نعلي صوتنا على بعض ونعلي الهتافات الدينيه في وش بعض، وانا متدين وانا متدين اكتر وانا متعاطف عشان انا متدين اكتر، والدين بيقول كذا والدين بيقول كذا، كل ده بيستخدم ضدك في اثبات ان ده ارهاب. هم عايزين يطلعوا حماس زي داعش مثلا في غزه حاليا، وقمه المجازر اللي ما يرضاش بيها اي حد بتحصل يوميا. المنطق اللي ماشي على الارض ملوش دعوه بدين، ملوش دعوه حتى بانسانيه، هو منطق حقير، منطق القوه آه، والسلطه وكبار العالم منهم امريكا متدخله في ظهر اسرائيل، ومش بتسند بس، لا بتقول دي قضيتي. آه، وروسيا بتدعم انسانيا. يعني ايه يعني يا جماعه؟ قاعد في مجلس الامن، يا ريت توقفوا اطلاق النار ضد روسيا اللي هاريه. روسيا اللي ماسكه اوكرانيا مبهدلاها. آه، بتقول عايزه نوقف اطلاق النار انسانيا في غزه. المفروض ان انا اصدق كل الحاجات، المواقف اللي عكس بعض، اقول لك ان هو في مصلحه روسيا الحقيقيه ان الدنيا تفضل مشتعله في غزه، عشان يفضل هو رايق استاذ بوتين هناك عمال كل يوم يعني ماشي بيكسب في حرب مع اوكرانيا، وشغال في ارتكاف في اوكرانيا، ومحدش دريان بيه ومحدش بيتكلم عنه اساسا. كل الدول بتحسب عن طريق مصلحتها، وكل الانظمه بتحسب الردود في موضوع زي غزه ده اللي في مصلحتها مع مصلحه شعوبها، باستخدام بقى السياسه، باستخدام الدين، باستخدام الاعلام. فما تخليش حد يستخدم هدفي بقى، ما تخليش حد يستخدم علاقتك بربنا، دينك، ان هو يضيق تفكيرك ويوجهك، وبالتالي يحطك في خانة الاكس بالنسبة للتعامل مع العالم الخارجي. حضرتك انت لما بتدين حتى المواضيع انت بتخسر تعاطف كل من هو ليس معاك في هذا الدين. يا جماعة خد بالك مثلا الدول العربية كلها مش حاسبين دور الاقليات، اللي هي مش اقليات عددية، لو حسبناها في التوتال مليون ديانات اخرى منهم 80% مثلا مسيحيين. الأقليات دي بتستغل في أوقات معينة من الأنظمة لما بيتم إرهابها باستخدام برضو كارت التطرف الديني، وحضرتك ما بتبقاش شايف وما بتبقاش معترض. هناك قليل من اللي أنا شايفهم عظماء المتجردين في الفكر اللي بيقدروا يفصلوا جدا ويحترموا الاختلافات الدينية والعقائدية، ويجدوا من الأرضيات الإنسانية والعقلانية والمنطقية المشتركة اللي يتعاملوا فيها مع الآخر. أنا شفت كلام جميل قوي للأستاذ بلال فضل، دكتور علاء الأسواني. الناس دي عندها منطق بالرغم من المواقف اللي ساعات يعني حد أحيانا، ولكن هو مبدأه التجرد والتعامل مع الآخر من خلال أرضية إنسانية وعقلانية فقط. في الآخر أنا علاقتي بربنا حاجة خاصة جدا، هي حاجة بيني وبين ربنا، مش موضوع حد إنه يتدخل فيها، مش لازم أستشهد بيها في كل حاجة في كلامي. المفروض تكون هي جوايا وأنا بتكلم من غير حتى ما أستشهد بيها في كلامي. ولو هتناقش حد، لو احنا عايزين ندعم يعني موضوع غزه وهتناقش حد، اعمل حسابك ان انت بتكلمه ده بنسبه 80% في العالم هو حد مش من نفس افكارك، ومش عربي زيك، ومش من نفس دينك. حاول تكلمه بمنطق انساني، ودينك اكيد هيشجعك على كده، ودينك هو اللي بيقول لك تعمل كده. مش لازم تقول في كلامك ان ديني هو اللي بيقول لي كده، ده نوع من الذكاء بس، وما فيهوش تقليل من دينك خالص، بل بالعكس. وخلي علاقتك بربنا في قلبك وخليها سريه، واستخدمها في حياتك مبادئ واخلاق.